عروسة وبتفكري تشتري قلاية كهربائية بدون زيت، وكمان نفسك تشتري بوتاجاز كويس وشيك، او ست بيت بتفكري تغيري البوتاجاز بتاعك، عاوزة تعرفي التكنولوجيا الجديدة في البوتاجازات عموما، او ايه الديزاينات الجديدة من الشركات اللي انت بتحبيها ومتعودة عليها. طبعا كلنا عارفين شركة فريش انها شركة رائدة في البوتاجازات وفي حاجات تانية، بس خلينا في البوتاجازات. لها موديلات كتير في السوق، يمكن اشهرهم الهامر والبروفيشنال والروستيك. حاجات ديزايناتها جميلة، في حاجات فيها فئة متوسطة، فئة عالية، فئة فوق متوسطة، البريميوم. طبعا النهاردة هنشوف مع بعض بوتاجاز هاي كاست. هاي كاست موديل مميز جدا من فريش. الهاي كاست اللي معانا النهاردة ده 90 في 60 حامل ظهر، بس في خاصية جديدة فريش حاولت تضيفها في البوتاجاز ده، وهي الاير فراير او فكرة القلاية بدون زيت. طبعا احنا عارفين القلاية بدون زيت او الاير فراير ده جهاز كهربائي بنشتريه مثلا من اي براند ايا كان اسمه، انما فريش حاولت تحل لنا الموضوع ده وتخليه ضمن الاوبشن اللي موجوده في البوتاجاز بتاعها. مبدئيا كده تعالى نعمل لايك الاول، نتفرج مع بعض على البوتاجاز الهاي كاست ال90 في 60 5 شعلة طبعا من فريش. البوتاجاز بيجي ستانلس بالكامل، الطارات اللي فوق بتبقى نحاس، نظام الاحتراق بتاعه مواسير مش غرف. يعني دي حاجه مستغربها جدا في الفئه دي. يعني انا صرفت على البوتاجاز وعملت حامل ظهر، وعملت اوبشن جديد اللي هو الاير فراي، اخليه غرف سباف حتى ايطالي. وده صراحة كان رأيي اول ما نزلت البوتاجاز ده عندي في المحل كتاجر. اول ما فتحت الكرتونة بفتح لقيت ان البوتاجاز يعمل بنظام المواسير. يعني كان نفسي يبقى غرف مخدومة كمان، خامات محترمة جدا من سباف او الموديلات التركي. شركات كتير بتقدم غرف تركي، بس ده الله وده حكمته. يعني ده اللي وصل وده اللي الهاي كاست عليه، ان ده مواسير مش غرف. تمام. طبعا الابيض اللي بيبقى على الجهاز من الجناب ومن السطح ده بيبقى مايكرو فيلم للحمايه، بيتشال طبعا قبل التشغيل عشان ما يحرقش ما يسودش. القطعه اللي انا ماسكها في ايدي دي قطعه بتبقى معموله من التوتيا او من الصلب او خامات كتير. يعني انا مش هدخل في الخامات مش متعمق فيها برضو، بس ده فئه بوتاجاز مثلا، فئه بوتاجاز من اللي هو الفئه المتوسطه، مش فئه بوتاجاز انا مش بخاطب بيه فئه البريميوم او الفوق متوسطه. بس عموما البوتاجاز كويس جدا، تقيل مش خفيف، كوزن برضو كوزن توتال، مش تقيل كخامة يعني. بس في العموم الاستانلس بيبقى خفيف، مش زي زمان الصاج بيبقى تقيل. عندنا باب الفرن معزول جدا. طبعا فريش مشهورة بمفصلات محترمة. في تركة لللمبة بتاعة الفرن، بتشتغل زي لمبة التلاجة بالظبط. طبعا نفتح باب الفرن هنلاقي في الفرن نفسه هنلاقوا الكراتين الخاصة بالاكسسوار والحوامل وما إلى ذلك طبعا، والرجول والضمان والكتالوج والبيان بتاع مراقبة الجودة. الكتيبات اللي قدام حضراتكم دي الضمان والكتالوج والبيانات الجهاز نفسه، على بيبقى عليها السيريال نمبر الخاص بالجهاز. طبعا السيريال نمبر بيبقى موضح عليه الإنتاج وتاريخ الإنتاج اللي بيتحسب من خلاله فترة الضمان، وهي 5 سنين فترة ضمان فعلية. بيبقى ضمان طبعا مجاني شامل. طيب أنا اتصل بالشركة تركب لي الجهاز في حالة الغاز الطبيعي، او في حالة اللي انا عايز اركب البوتاجاز نفسه، لا، المفروض ان فاتورة الشراء نفسها موضح فيها تاريخ الشراء، وده اللي الشركة بتدور عليه في حالة حضرتك لجأت لها في اي يوم من الايام. طب في الغاز الطبيعي، انا بشوف الشركة اللي انا متعاقد عليها في الغاز الطبيعي مش شركة البوتاجاز خالص. يعني شركة الغاز الطبيعي نفسها، او اجيب فني من بره، بس يفضل شركة الغاز الطبيعي عشان الخامات اللي هما بيستخدموها زي لاكور وخرطوم ومعجون. الحاجات دي مش بره، ما بيستخدمهاش بره، بيستخدم حاجات خاصة بالسباكة مش بالغاز، وده بيسبب خطر فيما بعد. الرف اللي قدامنا ده يا فندم ده عبارة عن الاير فراي او القلاية بدون زيت، او الفكرة والديزاين الجديد اللي عملته شركة فريش في البوتاجاز الهاي كاست. ودي باقي الملحقات زي الرجول وما الى ذلك، طبعا ذكرناها قبل كده وشوفناها في كل البوتاجازات. واي جهاز جديد بيجي بيبقى كل حاجة فيها مغلفة، حتى الحوامل موجودة في الكرتونة دي برضو. اتفرج على الفرن من الداخل بعد ما شلنا اغلب الملحقات. الشواية العلوية التحدي بتاعة المروحة، سيخ الشواية الكهرباء، طبعا ليه رف منفصل بموتور. الجزء ده خاص بالشعلة اللي تحت او شعلة الفرن نفسه. القطعة دي بس اللي متحركة، بقية القطع او بقية الجزء ده كله ثابت وما ينفعش اللي انا احركه. اكتر سؤال بتسأله طبعا هل الفرن والشواية بيشتغلوا مع بعض؟ في الانتاج الجديد كله مفتاح واحد للفرن، يعني يشغل النار تحت يشغل الشواية فوق. البوتاجاز ده برضو كده مفتاح واحد للفرن، يعني يشغل تحت يشغل فوق، ما بيشتغلوش مع بعض. ده شكل الحوامل بتاعة البوتاجاز. طبعا حامل ظهر زي ما قلنا، تقيل محمل مش صغير، الريش بتاعته عريضة.
عشان ثبات اكتر للاواني اللي هتستخدميها. احنا كده خلصنا الفيديو. يا ريت اتمنى منكم ان انتوا تسيبوا لي لايك طبعا، ولو ما اشتركتش اشترك. هتلاقي في القريب العاجل فيديوهات مهمة جدا للمقبلين على الزواج، بالاسعار، بالتفاصيل، بايه المتاح في السوق. تقدروا تسألوني عن اي حاجة بخصوص الاجهزة، من سعر ونوع والافضل. حتى لو انا ببيعه وحش هقولك وحش.